تخيل كده إن التوتر بين كوريا الشمالية وأمريكا وكوريا الجنوبية رجع يزيد تاني، لكن المرة دي بسبب مناورات عسكرية كبيرة اسمها درع الحرية. القصة بدأت لما كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خرجت بتصريحات نارية وهاجمت المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول، وقالت إن استعراض القوة ده قريب من حدود كوريا الشمالية ممكن يسبب عواقب خطيرة جداً ومش متوقعة. المناورات دي هتستمر حوالي 11 يوم، وبتشارك فيها قوات أمريكية وكورية جنوبية، وبتشمل تدريبات عسكرية ضخمة. لكن بيونغ يانغ شايفة إن الموضوع مش مجرد تدريب، دي على حد وصفها بروفة حرب استفزازية ضد كوريا الشمالية. كيم يو جونج كمان قالت إن التدريبات دي بتكشف العداء الحقيقي لواشنطن وسيول تجاه بلدها، وإن كوريا الشمالية ممكن ترد لو حست بأي تهديد. والأخطر في كلامها إنها ألمحت إن الرد ممكن يكون هجوم استباقي ساحق. وفي النهاية وجهت رسالة واضحة: ما تختبروش صبرنا ولا قدراتنا.